السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم يا حلوين في فيديو جديد، إن شاء الله يا رب تكونوا بخير. قلت أخدكم معايا النهاردة فيديو مختلف، مش كل حاجة في الشغل في الشغل في الشغل. النهاردة بإذن الله هشتغل شوية برا. احنا عندنا حاجات هنا لما يبتدي الجو يتغير يعني لازم نعملها برا بيتنا، يعني علشان نحضر للسيزونز. من ضمنها ان انا ما عنديش جراج للعربية، فبنحط حاجة temporary فرجتها لكم السنة اللي فاتت، بس لازم نجهز لدوت دلوقتي مرحلة الخريف، فورق شجر في كل حتة. وانا اهملت صراحة خالص الجنينة، ما عندي حشائش كتير ما ماتت دلوقتي وعايزة تتشال، ولازم نلم ورق الشجر دوت عشان تيجي الكومبوست تاخده يعني. هفرجكم شوية من التاسكس اللي لازم نعملها يعني خارج البيت. بتبقى جوه البيت في حاجات طبعا جوه البيت، لكن في مسؤوليات لينا خارج البيت. اكيد السيرفيسز ديت موجودة لو انت عايز تدفع لحد يعملها لك يعني. بس هنا في كندا معظم الهوم اونرز يعني الناس بتعمل حاجتها بايديها. في ناس حتى بيعملوا رينوفيشنز بتاعت بيتهم جوه يبيضوا ويغيروا حماماتهم ويعملوا اي حاجه كونستراكشن بايديهم جوه البيت. لكن الرعايه بالجنينه، تركيب التيمبو، تلم ورق الشجر، حاجات تاسكس كده الناس بتعمل، ستات ورجاله، ما فيش فرق يعني. فانا هبتدي وبعدين ربنا يسهل وحبايبي اللي نايمين جوه يصحوا ويجوا يساعدوني. احنا ويك اند يعني، فهفرجكم شويه من التاسكس. هقلب الكاميرا. اول حاجه عملتها غطيت الجريل، لسه هقفلها من تحت. اللي انتوا شايفينه دولت الوينتر تايرز بتوع العربيات. ده تاسك زوجي اللي بيعمله صراحه، بياخد الاربع عجلات لكل عربيه بتوع الوينتر وياخدهم ويبدلهم وبعدين يرجعهم. فدول الوينتر لسه عايزين يركبوا قبل ديسمبر، مش عارفه اول ديسمبر او ديسمبر 15. عندنا قانون، لازم القانون تركب الوينتر تايرز. المتغطي ده العجل اللي انا طلعت بيه قليل قوي الصيف ده صراحه. لازم نشيله ونخزنه في الكابانو، زي بيت صغنون كده احنا بنخزن فيه التايرز بتاعتنا وكده. زي ما انتوا شايفين عندي حشائش وعندي زرع ميت، لازم انضف كل ده واشيل ورق الشجر. عندي الشجره الكبيره ديت انا في اليارد لسه يعني نص ورقها وقع تقدروا تقولوا، ولسه عندي، بس كل اللي في الارض دوت لازم يشيل. طبعا دوت لو ما تشالش مش هيحصل حاجه يعني، بس هينزل عليه سنو، وبعد كده سنو يسيح ويطلع السبرينج والزرع الجديد يبتدي يطلع. او لو ورد، انا عندي ورد هنا، هيبقى ده تحتيه فشكله مش حلو يعني، ويأثر على الزرع الجديد لما يطلع يعني. فهحاول انضف. طبعا الكلام ده في ظهر البيت وقدام البيت، بس انا مش هوري قدام البيت for safety reasons يعني، بس المنظر شبيه يعني. دوت الغطاء بتاع التيمبو. لو انتوا شايفين الحديد دوت، الفريم دوت هو ده اللي احنا بنركب بيه الفريم الحديد اللي بنغطي بيه التيمبو بتاعنا. طبعا البلاط طالع عينه. سبب الإهمال دوت إن إحنا حصل عندنا فيضانات في الصيف، فعندنا البيوت من جوه غرقت في البدروم بالذات في البيسمنت، we were dealing with that. عشان كده أنا أهملت الدنيا برا هنا يعني. بس anyways الفريم ده بتاع الهامك أنا شلتها already. يعني شوية حاجات القماش دخلتها، الشلت بتاع الكراسي already شلتها ودخلتها. الشمسية ربطتها كده يعني. بس هاخدكم معايا بقى افرجكم شويه من التاسكس. البيت بيبقى له بن زي دوت يعني يلم فيه الحاجات الاورجانيك ماتر، من ضمنها اي ورق شجر اي حاجه. فانا مليت بتاعي، وكمان مليت بتاع جيراني صراحه لان هما مسافرين، فمليته اوريدي بورق الشجر. افرجكم. بيطلع يوم في الاسبوع زي يعني الريسايكلينج الازرق، واللي هو الزباله اللي لونه جراي. عندنا 3 بنز زي ما انتم شايفين كده، ازرق دوت للريسايكلينج، الجري او الاسود دوت للزباله، والبني للكومبوست اي حاجات اورجانيك او كده. فده مليان بنطلعه يوم في الاسبوع. انا عملت اول بايل اهو، عشان انا البنز البني بتاعتي مليانه. هجيب كيس وهعبيه واوريكم شكله ازاي. كل واحد مسؤول ينظف قدام بيته هنا، والا ممكن السيتي تعمل لك مخالفه، او ممكن جيرانك يشتكوك يعني، في غرامه فلوس يعني. فده من ضمن اي حد عنده بيت لازم يعمل المسؤوليات ديت يعني. it's your responsibility ان انت تنظف قدام بيتك يعني. الكيس البني اللي بلم فيها الورق بيبقى شكلها كده، بتشتريها من اني جاردن سنتر او المحلات اللي هي الهاردوير ستورز. وفي شوت احمر كده بيركب جوه الكيس عشان يوقفهولي يعني، يديله ستراكشر. هركبها وافرجكم المنظر عامل ازاي، عشان املى دوت بالاورجانيك ماتر، الورق الشجر، اي فروع، اي افرع اشجار متكسره احطها جوه. هعملها وافرج شكله كده. طبعا يا اما حد يمسكهولي، يا اما بيتقفل زي ما انتم شايفين كده والهواء بيطيره.
فهحط فيه الشوت هتديله ستراكشر كده، وتوقف الكيس يعني علشان انا هستعمل الشاول اللي بنشيل بيه السنو، هو اقوم معبيه ورق الشجر وحاطاه جوه هنا، فهو ده يقدر الكيس يقف لوحده زي كده، مش محتاجه حد يساعدني. واحط كده اسمها شوت، عشان كده عماله اقول لها شوت، هي شوت. كده مليت اول كيس وشلت الشوت منه وهقفله، وبعد كده اكمل بقى. لسه عندي ورق before after مؤقتا، لان وانا بنضف في ورق تاني بيقع كمان. يعني انا بستعمل كمان حاجه اسمها الليف بلور، مكنه كده بتزق لي ورق الشجر يعني، طلع هوا جامد. وديت التولز اللي انا كنت بستخدمها، وانا عبيت كيسين وهوقف كده دلوقتي. اللي ساكن في شقه ما عليهوش انه يعمل الحاجات ديت، لكن اللي ساكن في بيت اللي عنده باك يارد وفرونت يارد عليه بعض المسؤوليات مش بتكون موجوده على حد ساكن في شقه. يعني لو حد ساكن في شقه مثلا ممكن عليه ينظف الكام سلمه اللي قدام بيته ويرش عليهم ملح وكده، لكن اللي عنده جنينه لازم ده مسؤوليتك انت ان انت تعمل دوت. يعني حتى اللي قدام بيتك الفرونت يارد بتاعتك انت المسؤول تعملها. يعني بيسكلي هفضل انا بقى شغاله كده كل يومين 3 اعبي كيسين، كل ما الشجر ينزل ورقه يعني، لحد لما الشجر يبقى من غير ورق خالص. بعد كده عندنا بقى التاسك ان احنا نركب التيمبو، بس ده تاسك عائلي. احنا الحمد لله اولادنا كبروا كفايه ان احنا بناخد الموضوع كلنا بنساعد بعض. الاول كان جوزي بيعمله لوحده طبعا، الاولاد صغيرين، ساعات جارنا هو يساعده وهو يساعد، يعني شخصين راجلين مع بعض، يعني الجار يساعد واحنا نساعده، او زوجي يساعده يعني. بس ديت الفاميلي افير ديت مش هعملها لوحدي اكيد. انا بسند مواسير وهم يربطوا ويشيلوا ويحطوا يعني. فدوت ورانا كمان التاسك دوت. ريكينج طبعا بياخد وقت، انا وريتكم في ثانيه وبعد كده الكيسين اتعبوا، بس انا بقالي حوالي ساعه الا ربع شغاله ريكينج، وبالليف بلور زقيت الورق وبعدين لميته. هوقف عشان عندي مشاوير تانية لازم اعملها، بس حبيت افرجكم. يعني احنا في الشتاء اللي خارج البيت لسه بقى لازم نفك خرطوم الزرع، الخرطوم اللي بنروي بيه، ونقفل محابس الميه، شوية تاسكس مع تنظيف الجنينة وتغطية الحاجة بتاعتنا عشان السنو اللي هينزل طبعا. بس كده فيديو سريع افرجكم بعض التاسكس. الناس اللي بتسألني على العيشة في كندا تحديدا تاخدوا فكرة يعني احنا بنعمل ايه كمان في يوم الاجازة. انا I don't mind الشغل دوت، ساعات طبعا مبقاش عايزة اعمله لو ظهري وجعني، لو تعبانة من الاسبوع، بس حلو ان انا اخرج لما يكون يوم فيه شمس زي النهاردة كده وهوا منعش. انا بحب فصل الخريف جدا، احلى الفصول على قلبي يعني. ان شاء الله يا رب يكون فيديو النهارده عجبكم. لو عندكم اي ريكوست لفيديو اكتبوا لي في الكومنتس وباذن الله اعملها. اشكركم جدا جدا على متابعتكم، واشوفكم على خير في الفيديو الجاي. باي باي.